لو انت اشتريت الكاميرا فتعال اقول لك تظبط اعداداتها ازاي. اهلا بكم في الحلقه الجديده اللي على قناتنا، والحلقه دي هتكون مخصصه للناس اللي بجد اشترت كاميرا وعايزه يتعلم عليها الاساسيات البدائيه كمبتدئ في التصوير. بص، مش هصعب لك الموضوع، مش هخليك الموضوع كبير، لان فعلا الموضوع وازاي تبدا تجربها مع نفسك وتتعامل وازاي تبدا تاخد صور والكلام ده كله. فيلا نبدا الحلقه ونتكلم في النقط البسيطه اللي هنشرحها في الفيديو. عندنا حاجه مهمه جدا اسمه مثلث التعريض الضوئي او مثلث التعريض المعروف يعني عنه. مثلث التعريض ده فيه 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه عندنا وهي الايزو. الايزو ده بيتحكم في ضوء الكاميرا. تاني حاجه معانا حاجه اسمها الشاتر سبيد اللي هو سرعه الغالق. تالت نقطه معانا فتحه العدسه. فتحه العدسه دي برضو بتكون حاجه مهمه جدا. الحاجه كمان اللي هنتكلم عليها هي اوضاع التصوير زي الاوتو وزي حرف الام وزي حرف الاي او الاي في وزي حرف الاس او التي في. في حد ممكن يقول لي في حاجه كمان ما اتكلمتش عليها، الصوره بتاعتك بتطلع زرقاء او بتطلع صفراء والحاجات دي اظبطها ازاي؟ طب النصايح اللي اقدمها لك في اخر الفيديو ده، مش عايزك تخاف من الغلط او تيأس من الموضوع في البدايه. كل صوره هتصورها هتتعلم منها حاجه جديده. ده كان شرح بسيط عن اساسيات اعدادات الكاميرا. ما تنساش طبعا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وسلام.